السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهاردة عن منتج جديد برضو جربته خلال الايام اللي فاتت الكتير اللي عدت وما كنتش بعمل فيديوهات. هكلمكم عن سيرم دكتور راشيل اللي بالكافيار وبالكولاجين. هو كاتبين اللي هو 8 في 1. 8 في 1 ده اللي هو بيحفز البشرة وبيشيل التجاعيد وبيبيض البشرة وبيدي نضارة وبيعمل على حماية البشرة طول اليوم، وبيساعد على النضارة وبيرطب وكلام كتير 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 كده هما كاتبينه اهو. طريقة الاستخدام: تستخدميه طبعا مرة الصبح او مرة بالليل، بتحطي جزء صغير خالص على بشرتك عشان هو بيفرد كتير على البشرة. هو ده شكله، في حبيبات كافيار وكولاجين زي ما هما بيقولوا يعني. انا استخدمت جزء كبير منه اهو. هو اما تيجي تعمليه بصي بينزل الحبيبات كده، والحبيبات دي بتدوب مجرد اللي انتي بتعمليها. بصي يعني انتي لو تحطي جزء صغير خالص على بشرتك عشان هو بيفرد جامد. يعني شايفين الحتة اللي انا الصغيرة اللي انا عملتها بيفرد جامد. هو حتى نفسه طريقة الاستخدام: يوضع كمية صغيرة جدا. كان سعره حوالي 200 جنيه، 200 150. هو 40 ملي، 40 ملي. هتقولولي عمل ايه؟ هقول لكم ما عملش اي حاجة. آه، بيلزق بيلزق في البشرة حتى بعد ما بينشف خلاص على البشرة، بتحسي ان انتي بص تلزيق حاجة كده ملزقة. حتى بعد ما بينشف بيفضل ملزق، تحسي تحطي ايدك على وشك تبقي عايزة تروحي تغسلي وشك على طول. يعني انتي وانتي قاعدة تحسي ان انتي في حاجة على وشك ملزقة، عايزة تروحي تغسليه بأي طريقة. بصراحة ما عجبنيش. حاجات منتجات دكتور راشيل انا جبت منها كذا حاجة، آه، للأسف ما عجبنيش خالص، وفلوسه اترمت على الأرض كده. يعني هو ولا منه بيرطب ولا منه بيعمل ولا تجاعيد ولا تنعيم ولا هو تلزيق. هو ممكن بس الحاجة اللي بيعملها، بصوا الحاجة اللي بيعملها تلزيق. يعني تحسي ان انتي ملزقه، حتى سكر، حتى حاجه كده بتلزق على وشك زي العسل كده. لا وحش جدا، ما عجبنيش. سعره برضه مش رخيص، يعني كان 200 جنيه اللي هم يترموا على الارض كده. والله انا بحاول استخدمه مع كريم مثلا تاني او حاجه عشان يخفف التلزيق ده، بس ما بستحملوش. ما بستحملش ان انا ابقى قاعده ملزقه. تحطي حتى ايدك على وشك تلاقي ايدك حاجه بتشدها. لا لا، مش حلو خالص، فما انصحش حد يجيبه خالص، وخساره 200 جنيه. بس كده. مع انه والله في حاجات تانية انا هعملها لكم من دكتور راشيل عجباني جدا، بس ما عجبنيش خالص. اشوفكم في فيديوهات تانية، واكتبوا لي اي حاجة عايزين تعرفوها، اكتبوا لي في التاني في التعليقات. ولو عجبك الفيديو اعملوا لايك. باي.